السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بلح الشام بطريقة سهلة وجميلة، وهيطلع مقرمش من بره وطري وجميل جدا من جوه. تابع معايا المقادير اللي انا هقولها. جبت مية، كوباية مية، ضفت لها ربع كوباية زيت وشغلت عليهم النار، وضفت سنة ملح. اول ما يبدأ يغلي كده هننزل بكوباية دقيق منخول وعليها معلقة كبيرة نشا. لازم النشا عشان يدينا قرمشه وما يتحمرش بسرعه، ياخد وقته في التحمير بحيث ان هو يستوي من بره وجوه كويس جدا. حطينا الدقيق وقلبنا. اول ما نحط الدقيق هنهدي النار ونقلب حوالي 3 دقايق بحيث ان العجينه تكون استوت معانا، الدقيق يكون استوى معانا وما بقاش ويختفي الابيض ده كله، تبقى زي البطاطس المهروسه كده. قلبت كويس. احنا بنعرف ان هو ناجح منين معانا؟ من الرواسب اللي بيسيبها في الحله من جوه، ده كده بيبقى ناجح وبيبقى خلاص دخل في السوا. شفتوا عامله ازاي؟ ملمسها ناعم جدا وطريه. هنا بقى بعد ما بردت سبتها تبرد حوالي ربع ساعه، الجو كان ساقع في اليوم ده. وهضيف عليها 3 بيضات، بيضه يعني اول ما تشرب هضيف عليها البيضه التانية على طول. البيض هنحط معاه فانيليا ومعلقه خل. الفانيليا طبعا عشان الزفاره، والخل كمان بيرفع الزفاره وبيعمل وبيدي هشاشان كده للبلح الشام. انا استعملت فانيليا سايله، تستعملي طبعا فانيليا سايله او باودر عادي، مفيش اي مشكله. جبنا المضرب، ضربت اول بيضه، خلاص حسيت ان هي العجينه اتشربتها، هوقف واضيف البيضه التانية. انا بحب احط مع كل بيضه الفانيليا بتاعتها عشان انا يعني ريحه الزفاره لو جت اشمها كده ما اقدرش اكل الحاجه، فلازم اظبط الفانيليا بتاعتها كويس. حطيت طبعا معلقه الخل، وضربت البيضه التانية. وبسرعه اول ما تتشرب البيضه التانية هضيف لها البيضه التالتة واضرب كويس. طبعا قبل ما نعمل ده كله ممكن نكون جهزنا الشربات بتاع بلح الشام. انا مش بعمله في شربات بصراحة، انا بعمله في بحط عليه عسل النحل. اول ما يطلع بيبقى تحفة وخفيف ومش مسكر زيادة، انا بحبه كده يعني. اللي يحب بعسل تمام مفيش مشكلة، اللي عايز يعمل شربات بيبقى الشربات بتاعه تقيل. كوبايتين سكر زائد كوباية مية هنحطهم على بعض، واول ما يغلي 5 دقايق مثلا كده هنحط عصرة ليمونة، يعني حوالي نص ليمونة معصورة، ويغلي غلوتين. وبعد كده نحط عليه معلقتين عسل او عسل جلوكوز. انا بحط طبعا عسل نحل عشان ما عنديش عسل جلوكوز. وبنطفي عليه وبنسيبه يبرد. العجينة هنا وصلت للمطة دي كده تبقى مظبوطة جدا، ونحطها في كيس الحلواني عشان نبدأ نشتغل بيها. هنا انا كنت حطيت زيت بيبقى فاتر، يعني احط في ايدي كده استحمل الحرارة بتاعته. القمع بتاع بلح الشام، وجبت كيس حلواني. بجيب كيس الحلواني اللي هي البلاستيك، بحيث ان احنا نخلص ونرميها على طول، ما تفضلش عندنا ولا نقعد نغسلها بقى ولا نوجع دماغنا. بليت المقص زيت. تعملي الحجم اللي انت عايزاه طويل، عايزاه صغير شويه مفيش مشكله. تقطعي حاولي ما تمليش الطاسه قوي، بحيث هو اصلا بيتضاعف حجمه عشان تعرفي تقلبيه وياخد تسويه كويسه من كل الجهات. شفتوا انا حطيت كميه قد ايه؟ بدا ينفش بقى قد ايه. ونفضل نقلب فيه كويس على نار وسط. احنا كنا عاملينه الاول الزيت فاتر مش سخن، عشان لو سخن هيتسلق وهيحمر بسرعة وهيخرج هيبقى معجن جدا من جوه. الزيت لازم يكون فاتر. واول ما نخلص خلاص حطينا بلح الشام الكمية اللي احنا عايزينها كلها في الزيت، نخلي النار وسط بحيث ان ياخد راحته في التسوية
ويدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. هنا بدأ ياخد لون كويس مع التقليب المستمر طبعا. خلاص تقريبا كده انا هطلعه كده هو اللون. وخلي بالك هو بياخد لون سنة كمان بعد ما يطلع من الزيت، لونه بيغمق سنة، فتخلي بالك ما تغمقوش قوي بحيث ان هو ما يكونش ناشف وهينشف. يعني كل ما يقعد في الزيت اكتر بزيادة عن اللزوم هينشف، مش هيبقى جواه حاجة اساسا يعني. هو كده مظبوط جدا، فخلاص يطلع بقى كفاية عليه. الاضاءة عندي ما كانتش مظبوطة، كنت بحاول اظبطها على قد ما اقدر عشان اجيب لكم اللون اللي كان موجود بالظبط. هنطلعه، انا طلعت قصدت اللي انا اطلعه على ورق مناديل، ورق مطبخ، بحيث ان انا ابين لكم ان هو ما بيشربش زيت. سبته 5 دقايق ودي كمية الزيت اللي كانت موجودة. حطيته على طبق وهبدأ احط عليه العسل وهو سخن. انا عادة ما بخرجوش على مناديل مطبخ، بس انا حبيت اخرجه بس عشان اوريلكم ان هو مش ما بيشربش زيت وخفيف. يعني طالما العجينة مظبوطة مش هتشرب زيت، وطالما حطينا الزيت حطيناه في زيت فاتر برضو مش هيشرب زيت. بدأت احط عليه كمية العسل اللي انا بفضلها يعني، بس كده. وبسيبه بقى يتشرب العسل، وتكليب الف هنا وشفا. دي الطبق ده كان بالظبط نص الكمية بتاع كوباية الدقيق. ما شاء الله طلع حوالي من 41 او 43 قطعة، ما شاء الله تحفة. وانا بحب اعمله ويتاكل صابح، ما بحبوش يبات ابدا. انا جربته وبيته بصراحة كان جميل جدا ومقرمش، يعني ما كانش بقى طري عشان انا حطيت عليه عسل. لكن بصراحة ما جربتش